يسعى المنتخب المغربي لكرة القدم إلى كتابة تاريخ جديد في مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم عندما يلاقي الجارة إسبانيا. كرر أسود الأطلس إنجازهم عام 1986 عندما باتوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ ثمن نهائي العرس العالمي، وهذه المرة يطمح المغاربة إلى تحقيق ما فشل فيه الجيل الذهبي بقيادة محمد التيمومي وعزيز بودربالة، وكتابة تاريخ جديد ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى. وقال نصير مزراوي: كل شيء ممكن الآن. قلت قبل انطلاق البطولة أننا يمكننا أن نتوج أبطالا للعالم. إذا لم تكن لديك ثقة فلن تحقق هذا الهدف. أنا صادق فيما أقوله. يجب أن تحلم حلما كبيرا. إذا فعلت ذلك ستحقق أمورا كبيرة. إذا وثقت في الله، لأن كل شيء باسمه، ستنال ما تسعى إليه، وإن شاء الله نفوز بكأس العالم. لسان حال سفيان بوفال كان مماثلا: سعداء جدا والجميع سعيد في المغرب. نحن نركز على أنفسنا، ويتعين علينا تقديم مباراة كبيرة ضد إسبانيا لمواصلة المشوار. ويعول المغرب على خبرة لاعبيه ومعرفتهم الجيدة بالكرة الإسبانية، خصوصا حارس مرمى إشبيليا ياسين بونو صاحب جائزة سامورا لأفضل حارس مرمى في الليغا، وزميله في النادي يوسف النصيري، إلى جانب واعد برشلونة المعار إلى أساسونا عبد الصمد الزلزولي، وأشرف حكيمي الذي بدأ مسيرته مع ريال مدريد. في المقابل، نفى قائد إسبانيا سيرجيو بوسكيتس السعي إلى اختيار خصم معين، وأوضح بوسكيتس أن مواجهة المغرب لن تكون سهلة، وقال: لن تكون المهمة سهلة أمام المنتخب المغربي. أغلب اللاعبين يلعبون في أندية أوروبا، وطريقة لعبهم تتشابه إلى حد كبير مع المنتخبات الأوروبية. يجب أن نكون بكامل تركيزنا. وتابع: غالبية الجماهير ستساندهم، وكأن المباراة على أرضهم. ستكون مباراة صعبة دون أدنى شك، ونحن جاهزون لها. من جهته، أكد زميله في النادي الكتالوني جوردي ألبا على ضرورة تجنب الأخطاء التي وقع فيها منتخب بلاده أمام اليابان، وقال: لم نظهر بالصورة المأمولة أمام اليابان. ارتكبنا الكثير من الأخطاء ويجب أن نتفاداها أمام المغرب. مواجهة المغرب والإسبان من المتوقع أن تأتي من الناحية الفنية غنية للغاية، فكلا المنتخبين يقدمان أداء مقنعا، ولغتهم الهجومية هي ما يحبها الجمهور الذواق للكرة. وهذا يعني أننا مدعوون لوجبة كروية دسمة.